السلام عليكم خوتي. مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأخبار الخضر. اليوم رح نحكيه على موعد مباراة الجزائر ضد النيجر في كأس إفريقيا للاعبين المحليين شان 2025. قنوات الناقلة للمباراة وأيضا حسابات التأهل للدور ربع نهائي. المباراة رح تلعب غدا الاثنين 18 أوت على أرضية ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي على الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر. المباراة منقولة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت 6. وأصبح التأهل إلى الدور ربع النهائي الإقصائي محصورا بين 3 منتخبات هي أوغندا والجزائر وجنوب أفريقيا، في حين خرجت النيجر وغينيا من المنافسة تماما. وفيما يلي ترتيب المجموعة الثالثة التي يلعب فيها المنتخب الجزائري: أوغندا 6 نقاط من 3 مباريات، الجزائر 5 نقاط من 3 مباريات، جنوب أفريقيا 5 نقاط من 3 مباريات، غينيا 4 نقاط من 4 مباريات أنهت مبارياتها، والنيجر نقطة واحدة من 3 مباريات. ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الإقصائي في البطولة. الآن مع حسابات التأهل لمنتخب الجزائري: إذا فزنا على النيجر رايحين نتأهلوا مباشرة مهما كانت نتيجة المباراة الثانية، وإذا التعادل التأهل مباشرة أيضا مهما كانت نتيجة أوغندا وجنوب أفريقيا. وإذا خسرنا التأهل يبقى ممكن بشرط هزيمة جنوب أفريقيا مع تفوق الجزائر في فارق الأهداف أو أفضلية عدد الأهداف المسجلة، الجزائر 5 أهداف جنوب أفريقيا 3، أو حتى معيار الروح الرياضية في حال التساوي. واستهل منتخب الجزائر مشواره في كأس إفريقيا للمحليين بفوز عريض 3-0 على أوغندا صاحبة الأرض في الجولة الأولى للبطولة، ثم تعادل مع جنوب أفريقيا هدف لهدف، وقرر التعادل بالنتيجة نفسها مع غينيا الجمعة. كل الأنظار متجهة نحو مباراة الغد بين الجزائر والنيجر، واللي راح تحدد مصير الخضر في البطولة. وش رأيكم خوتي؟ تتوقعوا المنتخب يحسم التأهل بسهولة؟ ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك باش يوصلكم جديد أخبار المنتخب الجزائري أول بأول.